صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. من يومين نزلنا الصوره بتاعت البوكس ده على الانستجرام وسالنا الناس هل ممكن تعرفوا ايه اللي جواه. طبعا الناس جاوبت اجابات كلها جميله وكويسه وقريبه من شكل وحجم البوكس. ناس قالوا ان هو ممكن يكون بورتفلتر، وناس قالوا ان هو ممكن يكون قهوه او حبوب قهوه، وفي ناس قالوا انها ممكن تكون مطحنه يدويه، وفي ناس قالوا انها ممكن تكون كافي مات. تعالوا بقى نشوف النهارده البوكس ده فيه ايه. يلا بينا. البوكس ده يا جماعه فيه مكنسه يدويه وايرلس لتنظيف الكافي بار. ده الجزء بتاع الفرش بتاعتها والاجزاء اللي بتركب عليها عشان التنظيف، وده الكابل بتاع الشحن بتاعها يو اس بي، ودي المكنسه معانا. المكنسه دي صراحه انا كنت متردد ان انا اشتريها، لكن مع كتر تنظيف المطحنه والبهدله اللي كنت بهدلها بعد الطحن خلتني اتشجع واجيبها. في منها لونين، اسود في اسود وابيض في اسود زي اللي احنا جايبينها دي. حجمها كويس جدا سواء طول او كسمك، مريحه في الاستخدام، مش تقيله، وزنها كويس جدا، وكمان قوه الشفط حلوه قوي. ده زرار التشغيل، ضغطه اون، ضغطه كمان اوف، والجزء اللي بيتجر عليها ده حلو، حمايه ليك للزرار عشان وانت ماسكها وهي شغاله ما تفصلش منك غصب عنك. والمكنسه دي يا جماعه انا جبتها من السعوديه، والصراحه هتريحني كتير جدا من اني اشيل مكنسه البيت الكبيره، لان الحجم طبعا بيكون مختلف تماما وتبقى دي اسرع واخف. تعالوا بقى نشوف المكنسه هتنضف ازاي وقوه شفطها وصوتها عاملين ازاي. هنركب بقى الاجزاء بتاعتها، والجزء ده مناسب جدا عشان نجيب بيه البن اللي واقع في الاماكن الضيقه، وهننضف بيه شويه البن اللي معلمين عليهم دول اللي تحت المطحنه. هنجرب بقى المكنسه ونشوف قوه شفتها عامله ازاي، وصوتها كمان هسمعه لكم ونشوف صوتها عامل ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوس اون. هنبدا بقى ننضف بواقي البن الموجوده عندنا تحت المطحنه دي، ونشوف هتنضف ازاي وفي قد ايه. طبعا زي ما انتم شايفين يعني البن الحمد لله البواقي كلها راحت اهي في مفيش. وادي الجزء بتاع المطحنه اهو بقى نضيف تماما. هنقرب برضو عشان نشوف شكل احسن. يعني ما شاء الله بواقي البن كلها اختفت، وادي هي موجوده في الفلتر بتاع المكنسه. والفلتر ده جميل جدا، ممكن ان احنا نفكه ونغسله حتى بالميه ونسيبه لما ينشف ونركبه تاني بكل بساطه، وبيحمي ان بواقي البن دي تخش على الموتور بتاع المكنسه. المكنسه دي صراحه كان بالنسبه لي قيمه مقابل سعر كويسه جدا، وقلت اشارككم معايا فتحها وتجربتها. ومع السلامه.